بس أعطينا هند يعني. يعني هو صرتوا موجودين بكل بيت مصري. صدمة فسيولوجية بتحصل للسيدة أهم 9 شهور في حياتها. الجراي أصعب اريا أصعب مرحلة، أصعب مرحلة ما إيه. بنبقاش عارفين. أهلا وسهلا فيك يا دكتور شريف بدكتور هيلث بودكاست. أهلا نورت. بيكي، أهلا بيكي، وسعيد إن أنا أبقى في دكتور هيلث بودكاست، وسعيد إن أنا أبقى معاك النهاردة، وشكرا على أنا الاستضافة. الأسعد والله. ميرسي. كيفك يا دكتور؟ كله تمام الحمد لله. طيب خلينا نبدأ. بدي أسألك بالأول، فيتا بايوتكس شو تعريفها؟ شو بتعملوا؟ كيف قدرتوا تدخلوا وتنتشروا بالسوق المصري؟ سؤال هحاول يعني ألخص سنين طويلة قوي من الشغل على فيتا بايوتكس. فيتا بايوتكس ده خلينا نقول ده هاوس هولد براند الأول. يعني إيه؟ يعني علامة تجارية للمالتي فيتامينز، شركة رقم واحد في إنجلترا، شركة رقم واحد في مصر، براند بقاله أكتر من 55 سنة في السوق، بقاله حوالي 20 سنة في مصر، الشركة العالمية رقم واحد، والشركة الوحيدة المالتي ناشونال اللي لها مصنع في مصر. وبالتالي احنا في مصر عندنا مميزات كتيرة قوي الفيتا بايوتكس، خلتنا نمرة واحد، وخلتنا اولموست دلوقتي بنقدر نطلع حوالي 30 علبة من منتجات فيتا بايوتكس كل دقيقة في مصر. هيدا عدد كتير كبير، يعني فينا نقول إنه بكل بيت مصري في شركة فيتا بايوتكس. اكيد، لان انت لما يكون ده حجم التعامل في السوق المصري والشركة رقم واحد، هتلاقي في علاقة، حتى مش علاقة بس علاقة شركة ومنتجات، لا، هتلاقي في علاقة عاطفية ما بين الشركة وما بين المستهلك، لأن احنا لينا دور كبير قوي في لحظات مهمة جدا في حياة المرأة وفي حياة الطفل. دكتور، يعني فينا نقول إنه أنتوا صرتوا موجودين بكل بيت مصري. تقدري تقولي كده فعلا، لأن انت لما تبقي علامة تجارية زي فيتا بايوتكس بحجم التعامل ده، هتلاقيه دايما موجود في كل بيت، لأن احنا دورنا في حياة وفي صحة المرأة وفي صحة الطفل أعتقد دور إيجابي جدا، ودور موجود على مدار السنين كلها، ال20 سنة اللي احنا موجودين فيها في مصر لغاية دلوقتي. طيب احكي لنا أكتر يا دكتور بدوركم بصحة الأطفال والأم. كيف تخدموا الأم والأطفال؟ هو طبعا خلينا نقول الأول إن صحة الأم وصحة الطفل دول اللي بيحددوا حاجات كتيرة قوي لأي بلد. أنا دايما بقول مظبوط. المرأة هي نصف الحاضر وكل المستقبل، وبالتالي لما بنهتم بصحة المرأة وصحة الطفل، احنا بنضمن ان اي بلد او اي مجتمع هو مجتمع صحي، مجتمع بينمو بطريقة متميزة جدا. دورنا بيبتدي من اللحظة الأولى لحياة أي طفل، من يمكن وهو لسه جنين، نبدأ نهتم بيه من خلال منتجاتنا زي البريجنا كير. دي مالتي فيتامينز مخصوصة وموجودة للسيدات الحوامل في مراحل مختلفة من الحمل، سواء في أول 3 شهور أو تاني 3 شهور أو تالت 3 شهور. والموضوع ما بيقفش عند نهاية الحمل، لا، احنا بنكمل في فترة الرضاعة اللي هو ال1000 يوم الذهبية، اللي بنسميهم المهمين جدا لحياة أي سيدة ولحياة أي طفل بعد كده. طيب حلو جدا. دكتور، انت حضرتك قلت انه انتوا صرتوا نمبر 1 بيوكي، بالظبط. يعني فينا نقول انه وصلتوا لنجاح كتير كبير. شو هو السر؟ السر ان انت بتعمل منتجات ليها قدرة على استهداف مراحل معينة من حياة المرأة. زي ما كنت بقول لك ان يمكن البريجنا كير ده بيستهدف مرحلة مهمة جدا في حياة المرأة، اللي هي فترة الحمل. ما بعد فترة الحمل صعبة. طبعا دي هي يعني بيسموها الفيزيكال تروما اللي بتحصل لأي يس. سيدة. هي عبارة عن صدمة فسيولوجية بتحصل للسيدة أهم 9 شهور في حياتها، لأن ال9 شهور دول بينتج عنهم بيبي يا إما هيبقى بصحة جيدة يا إما لا قدر الله بصحة مش كويسة. وبالتالي الاهتمام بالمرحلة دي مهم جدا في حياة أي سيدة. النقطة الثانية، المرحلة اللي ما بين الحمل والتاني، باهتمامنا بحاجات زي الويل وومن، ان هي تديها انرجي، تديها تقدر تخليها مالتي تاسك او تقوم باغراض مختلفه في حياتها. حتى فتره بعد انقطاع الطمس بنهتم بيها جدا، ودي فتره بقت معظم السيدات بتقضي فيها حوالي تلت حياتها دلوقتي، وبالتالي اهتمامنا بيها من خلال المينوبيس خلانا برضو في المقدمه. فانا دايما عندي ادويه بتقدم حلول وقتيه لفترات مستهدفه في حياه المراه. نفس الوضع بالنسبه للاطفال.
بنهتم باول سنتين اللي هم السنتين اللي مهمين جدا في حياه اي طفل، اللي هي جزء من الألف يوم الذهبيه ببرودكتس مختلفه زي الويل بيبي. مم. بعدها بنبدا نخش على الويل كيد اللي هي الفتره ما بين 4 سنين ل 12 سنه. بعديها حتى الفتره اللي هي فتره المراهقه بنهتم بيها جدا من خلال الويل تين. بنقدم فيها الويل تين للولد غير للبنت، لان التغيرات والمتطلبات للسن ده غير السن ده. صح، يعني في يقول انتم مغطين كل الفئات العمرية. بالظبط كده. بس بدي اسأل، انتم تميزتوا إن كان بالسوق المصري ولا برا؟ كيف قدرتوا تعلوا من الكواليتي تبع المنتجات؟ هو عامة عشان تستمر لمدة 55 سنة لازم تكون بتقدم كواليتي أو جودة عالية جدا، طبعا. لأن الجودة هي تعرفها، هي الجودة الجيدة هي الجودة اللي بتقدر تقف قدام عامل الوقت. وبالتالي أنت عشان تقدم جودة عالية لازم تكون بتهتم بكل تفصيلة صغيرة، صح. من أول نوعية المنتج اللي أنت بتقدمه، طريقة تصنيعه، طريقة استخدام المواد الخام اللي انت بتجيبها، طريقة التصنيع اللي في المصنع، طريقة التسويق حتى للدواء. دي كلها خطوات لغاية لما يوصل المنتج لإيد المستهلك. انت بتمر بمراحل كتيرة قوي، سنين كتيرة جدا، مجهود كتير قوي، أوضاع مادية كتيرة قوي عشان تقدر توصل للنقطة دي. وبالتالي عشان تنجح النجاح ده لازم يكون قدمت كواليتي مختلفة تماما عن بقية البرودكتس اللي في السوق. أنا بقول دايما أن فيتا بايوتكس في مكان مختلف تماما عن أي شركة تانية. طبعا. طيب يا دكتور، في مشكلة هيك الأمهات بتعاني منها، اللي هي الأنيميا عند الأطفال، والمشكلة الأساسية إنه طعم الأدوية تبع الحديد بيبقى وحش، فالطفل ما بيتقبل. هل عندكم حل لهيدي المشكلة؟ لأنه أنتم بعرف مشهورين بالفيروجلوبين اللي بتعطوه للبيبيز. طيب خلينا نقول الأول أن الأنيميا، مشكلة الأنيميا أو مشكلة نقص الحديد في مصر هي مشكلة كبيرة قوي. صح. ومشكلة بتؤرق كل القطاع الخاص والقطاع الحكومي، ويمكن ده جزء من المبادرات الرئاسية اللي بتحصل لاهتمام بصحة الطفل في أول 1000 يوم، لأن ده جزء كبير جدا منها هو ايرون ديفيشنسي. خلينا نقول شوية أرقام مهمة قوي هتبين حجم المشكلة دي قد إيه. خلينا نقول إن 3 من كل 10 أطفال في مصر تحت سن ال5 سنين عندهم أنيميا بسبب نقص الحديد. هيدي نسبة كتير كبيرة. دي نسبة كبيرة للأسف. جدا. ولو عرفنا إن 5 بقى من 10 دول لو عملنا لهم تحليل هنلاقي عندهم نقص حديد. هو ممكن يوصل لمرحلة الأنيميا وممكن ما يوصلش لمرحلة الأنيميا. يعني نص الأطفال اللي موجودين في مصر تحت سن 5 سنين عندهم درجة معينة من درجة نقص الحديد. ده بيخلينا نقول إن احنا قدامنا مشكلة كبيرة قوي. صح. وبالتالي مجهودات الدولة كلها ومجهودات فيتا بايوتكس إن احنا نحاول نساعد الأمهات عن طريق إن هي تبقى صحتها كويسة جدا أثناء الحمل، لأن هي في الآخر هي المصدر. صح. وبالتالي لو هي صحتها كويسة هنقلل فرص حدوث نقص الحديد عند الأطفال. ولو حتى حصل إن احنا نقدم حلول للأطفال من سن 0. ويمكن ده النهاردة احنا هنا في المؤتمر بنقدم ابتكار جديد أو بنعمل طرح جديد للفيروجلوبين دروبس اللي بيغطي مرحلة مهمة جدا، مرحلة أول 2 سنين من حياة أي طفل. المرحلة دي لو بدأ الطفل يحصل له مشاكل بسبب نقص الحديد بتأثر على حياته كلها بعد كده. يمكن ده الجزء اللي مهم جدا ان احنا لازم نتكلم فيه دايما، هو جزء النمو المعنوي او الكوجنيتيف ديفلوبمنت اللي بيحصل للاطفال بسبب وجود الحديد، ونقصه بيؤدي الى كوجنيتيف ديسفانكشن بالنسبه لهم، اللي هي بتاثر على حياتهم المعاناه بعدين. كلها اللي احنا بنشوفها، سواء تعليم، سواء الذاكره، سواء قدرته على تعلم لغات، سواء قدرته على الاحتكاك بالمجتمع، وقدرته ان هو يبقى فرد صالح بعد كده في المجتمع. بدي أسألك يا دكتور سؤال جدا مهم. نحن بدكتور هيلث دايما نطلع على المستقبل، نحكي دايما عن الاي اي، عن التقنيات الحديثة، فدايما يعني بنطلع لقدام وبيهمنا أي شيء جديد وحصري. انتو كفيتا بايوتكس اللي شو تطلعاتكم للمستقبل، او ممكن عندكم برودكت جديد، كيف بدكم تغطوا النقص الموجود بالسوق المصري والسوق العالمي بشكل عام؟ فيتا بايوتكس دايما الرياده بتتطلب عليك ان انت دايما تقدمي حاجات وابتكارات علميه جديده قوي. يمكن على جزء البحث العلمي في بيحصل دلوقتي في البايب لاينز تطورات جديده، يمكن ما اقدرش ان احنا نكلمها لان احنا بس اعطينا هنت يعني هو طبعا احنا الاستهداف لمراحل معينه من حياه الطفل
ده مهم قوي. يمكن ده الطرح الجديد اللي هيبقى في السوق المصري، ان احنا هنطرح مجموعه من المنتجات اللي بتغطي مراحل مختلفه من حياه الطفل. زي الويل بيبي ده هينزل بيغطي من مرحله 0 لغايه 4 سنين. وبعد كده هنعمل طرح للويل تين اللي هو بيغطي مرحله انا بسميها الجراي أصعب. اريا، اصعب مرحله. اصعب مرحله. ما بنبقاش عارفين ده يروح لمين، يروح دكتور اطفال ولا يروح دكتور الباطنه ولا يروح لمين. صح مظبوط. وبالتالي الويل تين هيبقى موجود والويل بيبي هيبقوا موجودين في خلال سنة 26 أو أوائل 27 إن شاء الله. حلو جدا. شكرا ليك يا دكتور، شرفتنا بدكتور هيلث بودكاست، واكيد مستنيينك تاني. ميرسي جدا وشكرا على الاستضافة، وشكرا لدكتور هيلث بودكاست، ودايما مع بعض ودايما بنقدم الجديد إن شاء الله. إن شاء الله. ميرسي نورت يا جداً. دكتور. شكرا.